في تسريب سري ومثير من قلب تدريبات النادي الأهلي الحالية، كشفت مصادرنا الخاصة عن حاجة غريبة جدا وجديدة بيعملها المدير الفني الحسين عموتة مع اللاعبين بداخل أرضية الميدان. الراجل ده مش بيعمل التقسيمة الفنية المعتادة على ملعب كامل وبالمساحات المفتوحة، بل بالعكس تماما، بيقسم اللعيبة ويلعبهم بداخل نص ملعب فقط، وأوقات ثانية بيقفل التقسيمة ويخليها تلعب على تلت ملعب فقط. والسبب البرمجي والتكتيكي وراء هذا الفكر هو إن الحسين عموتة عارف وواثق بالملي إن أغلب الفرق اللي هتقابل النادي الأهلي في الموسم الجديد هتنزل تدافع وتتكتل دفاعيا أمام منطقة جزائها وتعمل بلوك دفاعي منيع. عشان كده الراجل بيجهز اللعيبة من دلوقتي على اللعب على قد المساحات الضيقة، وإزاي يطلعوا حلول سريعة وتمريرات سحرية لفك التكتلات دي. واللي فاجأ الكل في الكواليس إن أكتر لاعب كان مميز ومبدع في هذه التدريبات المعقدة هو النجم المغربي أشرف بن شرقي، اللي قدم لمسات خارقة وصنع الفارق بذكائه. وهنا لازم نقف ونحلل بدقة ونطول الكلام في النقطة دي لكي نفهم فكر الحسين عموتة. اللاعب في تالت ملعب بيجبر المهاجمين وصناع اللعب على سرعة اتخاذ القرار في جزء من الثانية، وبيخليهم يتدربوا على مهارة التمرير القصير السريع والتحرك بدون كرة خلف المدافعين. أشرف بن شرقي بيمتلك بالفطرة المهارة دي في المساحات الضيقة، وده اللي خلاه يظهر كأهم الأوراق الرابحة في فكر المدرب.